واحد السفاح سميتو جيسون بزز باش شداتو الولايات المتحدة الأمريكية. المشكلة ديال هاد جيسون ما كيموتش، وقالوا غادي نجمدو باباه باش ما يهربش. كان مركب فيهم الرعب لدرجة كيغطي وجهه باش ما يشوفوش عينيه. وهذه الدكتورة روان مع المدير ديالها اللي اقترح عليها باش يدرسوا جيسون ويعرفوا كيفاش كيجدد الخلايا ديالو. ولكن روان قالت ليه لا، ما يمكنش، حيت خافت لا جيسون يعاود يهرب وتما تكون الكارثة. المدير قال لها حيدي بالك من قدامي، ودا العلماء لعند جيسون. ولكن الكارثة انهم كيلقاو الحارس ديال جيسون في بلاصتو. جيسون غادي يخرج من وراهم وغادي يبدا يشلخ في البشر واحد بواحد. المدير غادي يعلق وغادي يقول لهم كان هنا جيسون ما غاديش يزقلو الله يرحمه، غادي يجبد السلسله ديالو وغادي يصفيها ليه. الدكتوره روان غادي تسمع هاد الشيء وغادي تجي تشوف شنو واقع، حتى غادي يخرج لها جيسون من وراها. الدكتوره هزات الفردي وبدات كتيري في جيسون حتى دخلاتو للماكينه ديال التجميد. ولكن جيسون حتى هو طلع مطور، غادي يدق الجنوي ديالو في الماكينه ديال التجميد وغادي يخسرها بمره. والكارثه ان السائل ديال التبريد غادي يمشي في المعمل كامل وكل شيء غادي يتجمد، حتى التيتيزه ديالنا روان. غادي تدوز على هاد الكارثه 400 سنه بالضبط. نهايه العالم، والكره الارضيه ما كيقدر يعيش فيها حتى شي واحد، كلها مخربه ومدمره. كل شيء ولا عايش في واحد البلاصه اللي سموها الارض جوج. حتى لواحد النهار الدكتور لاف غادي يزور الارض في رحله استكشافيه مع الطلاب ديالو. الطلاب غادي يفتحوا الكبسوله وغادي يلقاو جيسون مسدود عليه تما ومتجمد. الفريق مني كان كيحاول يخرج جيسون، المنجل ديالو غادي يطيح على اليد ديال واحد سميتو ازريل وغادي يقطعها ليه. الروبوت كائم 15 غادي تدق ليه البرا باش توقف ليه الالام. الفريق غادي يهز الجثث اللي اكتشفوا وغادي يديوهم في واحد المركبه فضائيه في واحد العاصفه رمليه، والوجهه ديالهم غادي تكون هي المركبه الرئيسيه. ومني وصلوا غادي يديروا ازريل في واحد الاله ديال العلاج باش يردوا ليه اليد ديالو. المجموعه غادي تبدا الابحاث ديالها على جيسون وروان. غادي يستغربوا الاطباء كيفاش جيسون كيقدر يعيش بمخ صغير بحال هذا. المهم ان التيتيزه ديالنا روان فاقت وولات بخير وعلى خير، وغادي تجمعها مع الطبيب بواحد المسمنه وغادي يشرح ليها باللي هما اللي عاونوها. ولكن غادي تصدم مني غادي تعرف باللي هي في المستقبل. طبيب لوف مشى كيجري باش يوري الاكتشافات ديالو لمحطه الابحاث. غادي يصدموه في محطه الابحاث وغادي يقولوا ليه باللي هادشي اللي دار ماشي شي حاجه جديده. ولكن السفاح جيسون غادي يكونوا يعرفوه حتى في المستقبل وغادي يبغيو يوريوه للناس باش يدخلوا الفلوس. طالبة أدريان وهي كتقلب في جيسون غادي تكتشف باللي وجهه متشوه. وفي هذا الوقت جيسون بشويه كيتحيد ليه التجميد والجسد ديالو بدا كيتطلق. وفي واحد الغرفة أخرى سولارون كان كيحاول يعدل الروبوت كائم 14 على الذوق ديالو. قال لك اسيدي بغى يقاد ليها المسائل ديالها باش تبان واقعية أكثر. هاد الصداع غادي يفيق جيسون. أدريان غادي تلفت ما غاديش تلقاه في بلاصتو وغادي تصدم. جيسون خرج من وراها وغادي يجمعها معاه حتى غادي يلصق بابها مع الحيط. مسكينه الطالبه ادريان عيات ما تغوت وتا واحد ما ساق ليها الخبار. جيسون بلا رحمه غادي يخشي ليها وجهها في النيتروجين، جمد ليها راسها وخبط ليها وجهها مع الطبله وصفاها ليها. جيسون بحال السبع خرج يقلب على شي ضحيه اخرى. وفي هذا الوقت الطبيب لوف غادي يمشي عند روان وغادي يمثل على انه ما كيعرفش جيسون شكون. روان غادي تبدا تسرسب ليه وغادي تعطيه معلومات كثيره على جيسون. الصدمه كانت قويه مني روان غادي تعرف بلي جيسون حتى هو معاها في السفينه. ولكن الطبيب غادي يكذب عليها وغادي يقول لها تهدني راه جيسون قتلناه. روان ما طاقتش وقالت لي والو جيب لي الدليل. واحد من الطلبه كان مع الحبيبه ديالو ولكن ما كانش عنده الزهر. غادي يبان لجيسون وغادي يصفيها ليه قدام الحبيبه ديالو. ما عقلش عليه حتى جر الجثه ديالو على برا. هاد القرع سميتو برود اللي غادي يطلع ليه الدم بالمعقول من غادي يعرف شنو كان كيوقع في السفينه، وغادي يعطي امر للجنود ديالو باش يصفيوها لجيسون. ولكن لوف غادي يتبعو وما غاديش يعجبو الحال حيت باغي يدخل الفلوس من جيسون. القرع ما صدقش ساهل وغادي يقول ليه واخا غير باش يتهنى منه، ولكن اللي فراسو فراسو. غادي يبان في واحد لاسين دالاس مقاتل مع واحد الوحش، غادي يضربو يصفيها ليه ويتخبى. ولكن غادي يخرج ليه وحش اخر ما غادي يعرف ما يدير. لحسن الحظ غادي يخرج ازريل وغادي يضربو بضربه وحده. غادي نعرفوا باللي كانوا كيلعبوا لعبه ديال الفي ار ودوك الوحوش ما كانوش حقيقيه. ولكن الصدمه غادي تكون من غادي يخرج لهم جيسون وغادي يهزو من راسو بحال شي مش. المهم اخو جيسون لما طلق لا والو.
صاحبة أزريل حاولت تضرب جيسون بالفردي ولكن والو، هادشي ما خدامش معاه، هزو تهزو خبط بابا تهرسو من ظهرو. من بعد هادشي غادي يجيو جوج ديال الجنود وغادي يلقاو جوج ديال الجثث وغادي يعرفوا باللي جيسون قريب منهم بزاف. في هاد الوقت المهندس كراتش كان خدام على شي خدمه، حتى غادي يبان ليه جيسون في المرايه، وقبل ما يدير شي حركه غادي يخرج برودي والجنود ديالو وغادي يبداو يتيريو فيه هاك بالك البق ما يزهق. كانوا متاكدين بانهم صفاوها ليه، حتى غادي يحيد الدخان وغادي يعرفوا باللي جيسون هرب. غادي يقولوا مع راسهم باللي صابوه اصابه خطيره وداك الشيء علاش هرب، ولكن هيهات جيسون عصبه وما فاكش. غادي يخرج لهم من تحت القابو وغادي يشد لهم واحد الجندي ويهرس البابا العنقره ديالو. جيسون غادي يعزل واحد الجندي اخر في الزنقه ما تتخرجش. غادي يبقى داك الجندي يضرب في جيسون يضرب في جيسون ولكن بحال كتخوي الماء في الرمله. جيسون خلاه حتى سالا وضربو هرس ليه لا ماشوار ديالو، دفعوا لاحو على شي الات، شرش مات وفرشخات ليه الجسد ديالو. الجنديه الوحيده اللي بقات فيا هي هادي، غادي يخرج لها جيسون من وراها وغادي يصفيها لها بهاد الطريقه. وسي جيسون بعد لينا على التيتيز. جيسون صفاها ليهم كاملين، ابقى ليه غير القرع. غادي يخليه حتى يقرب ليه وغادي يضرب ليه واحد التعنيقه مع الحيط وطلع معاه المنجل، وهذه كانت هي النهايه ديالو. الطبيب لوف عاد بدا كيطلع معاه القالب من يعرف باللي الجنود ديالو كلهم تشرشموا. غادي يطلب من الطيار باش يزيد دغيا باش يوصلوا في الوقت قبل ما يعرف جيسون فين كاينين ويخرج ليهم مره اخرى. وداك الشيء اللي كانوا خايفين منه هو اللي غادي يوقع. السفينه فقدت السيطره ودخلت في المحطه ديال سولاريس. بزاف ديال الانفجارات وقعوا اللي غادي يدمروا الهيكل ديال السفينه والنظام ديالها كامل. صافي هنا العالم لوف غادي يديرها تحته وطلب منهم باش ما يخافوش وقال لهم انا غادي نطلب الطوارئ. في هذا الاثناء غادي يبدا الباب كيتحرك، شي حد كيخبط في الباب. الطبيب صافي دارها في سروالو. السلام عليكم. جيسون خرج ليهم. هنا لوف بقى كيزاوق في جيسون ولكن ما عقلش عليه، هز المنجل ديالو ودقدق لمو الحياه ديالو. روان وجينيسا وكنسا التيتيز ديال الفيلم مشاو كلهم باش ينفذوا الخطه الاحتياطيه ديال الهروب. وايلاند وكراتش بداو كيحاولوا يطلقوا الكبسوله باش يخدموها ويعلقوا على جيسون. في هاد الاثناء روان غتبان لها الجثه ديال شي واحد، غادي تطلب من جينسا وكينسا باش يكملوا الطريق وهي غادي تمشي تفقد الجثه وغادي تلقاه القرع مازال حي وعمره طويل. روان غادي ترجع عند الفريق وغادي تطلب منهم باش يعتقوا القرع. كراتش غادي يوجد السفينه وغادي يرجع معها وان ولكن ما غاديش يلقاو ليه الاثر. جيسون مازال خدام في الجرائم ديالو اما كيعياش. الضحيه الجديده هو كراتش، صفاها الطيار اللي كان معاه وشدو حتى هو خشى ليه وجهه في الطابلو ديال الطياره. قال ليه يلا طير انت وياها دابا. هادشي غادي يخلي الطياره الصغيره تدخل في السفينه الرئيسيه وهادشي غادي يسبب ضرر كبير في الهيكل ديال السفينه. الثلاثه اللي بقاو في السفينه ما صفاهمش ليهم جيسون، يلا خرج ليهم وبدا كيفكر منين يبداهم حتى غادي يبان ليه تونارون. السيد كيبان تايق في راسو بغى يوريهم التحسينات اللي زادهم على الروبوت كائم 14. وبيني وبينكم بوغوصه جيسون ما خافش منها، غادي يهز الجنوي ديالو ويشير عليها وجابها على ركابها. السيده بدات كتألم ولكن هادشي كان غير تمثيل. غادي تنوض لجيسون وغادي تبدا تعطيه هاك بالك. السيده ما سهلاش، تبعت ليه كروشيات واحد تابع الاخر لاحتو الارض يلاه باغا تفرشخ ليه راسو. غادي يغفلها جيسون ويتقلب عليها مع بغا يسالي معاها مع غادي يخرج القرع باش يعتقها. هاد القرع وتقول واش كيموت؟ قلت لكم عنده 7 ارواح. القرع نافع بحاجه وحده، غادي يعطي الوقت لكائم 14 باش تلقى الوقت باش تيري على جيسون. قطعت ليه يدو اليمنى والطلقه الثانيه غادي تلوحو في الاله ديال العلاج. هنا كل شيء غادي يبان فرحان وغادي يقولوا بانهم صافي صفاوها لجيسون. كل شيء فرح وخداوه برودي باش يتعالج، حتى قالوا صافي غادي يتعالج بنسبه 80%. حتى بدات ثاني السفينه كتزعزع وعرفوا بان السفينه تضررات بزاف. الفريق اكتشف باللي كاين واحد الجزء من الطائره اللي باقي ما مقيوش وقرروا باش ينفذوا هذه الخطه ويهربوا لذاك الجزء. وفي هذا الاثناء الاله ديال العلاج اللي طاح فيها جيسون غادي تبدا تخدم اوتوماتيكيا وغادي تبدا تعالج في جيسون. وشوف على الزهر عنده ولد الحرام.
الفريق غادي يفكر باش يعزل الجزء ديال المركبة اللي متضرر مع الجزء اللي كان باقي مزيان، وغادي يركبوا بزاف ديال المتفجرات باش غادي يقوموا بهذه العملية. وقبل ما يساليو غادي يلقاو الطريق ديالهم مسدودة بجيسون. المصيبة ان جيسون رجع قوى ملي كان. كائم 14 حاولت تيري فيه، ولكن هذاك الرصاص كله بدا كيرجع. حاولت باش تضربو ضربات جسدية، ولكن هادشي ما كينفعش مع جيسون. غادي يقطع ليها راسها بكل سهولة. هنا جيسون جعل عليهم وبدا كيخلط فيهم واحد بواحد، ومني كان مشغول معاهم جوج من الفريق قدروا باش يسلتوا. غادي يتفعلوا دوك القنابل وغادي يتقسموا الاجزاء ديال السفينه على جوج. جيسون غادي يخرج على برا، ولكن جيسون راكم عارفين ما كيساليش. غادي يتقب المركبه وغادي يدير واحد الثقب في السفينه اللي غادي تولي تخرج كل شيء اللي عندها. اللي لقى شي حاجه كيشد فيها، حتى شي واحد ما بغى يخرج برا على السفينه ولا غادي تكون النهايه ديالو. تجي نيسا طاحت في واحد الموقف خايب بزاف، وعلى شويه غادي تخرج على برا. توناران حاول يشدها ويعتقها، ولكن للاسف غادي تكون النهايه ديال جينيسا تما. الفريق غادي يوصل للنقطه ديال التجمع، والسفينه ديال الانقاذ وصلت وغادي تحاول دير واحد الاتصال مع السفينه الرئيسيه. غادي يلقاو واحد المشكل في الاتصال والقرع ما مفاكش. غادي يلبس البدله ديالو الفضائيه وغادي يخرج باش يصلح العطب بيدو. وفي هاد الاثناء جيسون غادي يقتحم الباب على تونارون وروان. تونارون غادي يطيح عليه واحد الفكره باش يربط الفي ار مع الواقع، وغادي يستعمل الراس ديال كائم 14. غادي يدخل جيسون لواحد العالم افتراضي اللي فيه جوج ديال البنات قنبولات كيعرضوا على جيسون المخدرات العصير والماكله، ولكن جيسون قلبو ميت. قال لهم تجمعوا ليا. هز وحده وخبط بها الاخرى وخبطهم بجوجات مع الارض. القرع اللي مشى ينقذهم تلعب بالكابلات وفجر السفينه، وهذا الشيء غادي يوقف الفي ار. ولكن الممر كيتفتح وتونارون وروان غادي يجريو للسفينه ديال الانقاذ، ولكن قبل ما يوصلوا للسفينه غادي تفكر روان باللي نسات الراس ديال كي ام 14 وغادي ترجع باش تجيبو. ولكن كي ام 14 تيتيزا وتستاهل، وبطبيعة الحال جيسون ما غيزقلهاش وغادي يخرج ليها القرع باش يعاونها. اول مرة غادي يدير شي حاجة مزيانة في حياته. تشاد القرع مع جيسون، هربات المركبة الاحتياطية وانفجرت المركبة الرئيسية. ووخا هكاك جيسون تبعهم، والو ما مفاكش كل ما القرع صفاها ليه. القرع وجيسون تشادوا حتى كيبانوا بحال شي شهاب طايح من السماء، وغادي يطيحوا على الكرة الأرضية. روان وتونارون وحتى كائم 14 غادي يعيشوا في سعادة، حتى غادي تبان واحد اللقطة ديال جوج ديال لي كوبل جالسين ما عليهم ما بيهم حتى تيطيح قدامهم واحد الشهاب اللي غادي يكون فيه الراس ديال جيسون. ولحد الآن كنظنوا بأن جيسون مازال عايش.